ادي العيش لخبازه، ما كناش بنقول اي كلام لما قلنا ان جون ادوار هيظبط حاجات كتير في الزمالك ما كانتش على الطريق الصحيح. قلت الكلام ده وقلت ان الراجل ده بما فيه ما يكفي من الخبره والمهاره وان هو شاطر في المجال ده. خد عندك عبد الله السعيد اللي كان طالب 70 مليون في 2 موسم، 40 مليون. 40 مليون اول حاجه الثانيه، صفقات كانت معروضه على الزمالك بمبالغ رهيبه عرف يخلصها باقل الاسعار، منهم محمود صابر اللي هتبقى مفاجاه، ومنهم صفقه تانية ومدخل فيها لعيبه اصلا في الزمالك ما عملتش حاجه، يعني بياخد لعيبه احسن من اللي كانت عندنا. دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه يانيك فيريرا. يانيك فيريرا اللي كان مرتبه في السعوديه 100,000 دولار، في الزمالك بجهازه معاهم كله 50,000 دولار، النص. ولاعيبه تانية عقودها بتخلص هتتسوق، يعني مفيش لعيب هيمشي ببلاش. غير بقى اللي عمله بقى في الاحلال والتبديل بقى في كل النادي، الطاقم الطبي اللي اتشال وعمال الغرف وايه تاني، وطبعا اللي ماسكين الميديا، فعمل كل حاجه صح 100%. ولسه ده كله احنا بنتكلم في اقل من شهر. تخيل في اقل من شهر في حاجات بانت، صفقات اللي كانت بتتعرف للناس كلها ما بقتش بتتعرف. يعني يانيك فيريرا ما تعرفش الا قبل ما يوقع بيوم ولا يومين، كنا بنبقى عارفين من 3 اسابيع ولا 4 اسابيع. فده نجاح يحسب لجون ادوارد اللي لسه ما حطش ايده كمان على كل حاجه. وقت ما يحط ايده اعرف ان الراجل ده هيعمل شغل حلو قوي في الزمالك، والزمالك هيكون ليه شأن كبير الموسم اللي جاي.